بفرق مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریوتی مثلبین دینیمان و قادیمان هر اجتمان دینیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بيف تي في الأكارم. نعلم جيدا يا أحبائي الأفاضل بأن تمييز الأفراد والمجتمعات الحرة والحضارية تقاس عن غيرها من الجاهلة والمتخلفة بمدى تفوق نسبة مثقفيها وفعالية منشآتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي لم ولن تتطور إلا بوجود إدارة وحكم رشيد في البلاد، والذي يؤكد على وجوب وحتمية العلاقة الحسنة ما بين المثقف والسياسي، والذي يأخذ في بلدنا سوريا ومعظم بلدان عالمنا الشرق الأوسطي شكل الصراع ومحاولة إلغاء الآخر. فما أسباب ذلك ونتائجها المباشرة وغير المباشرة على نسق وأنماط حياة شعبنا واستقراره وحضارته وغيرها من أشكال وشجون الأزمة أو المأساة السورية التي سنناقشها الليلة مع ضيفينا الكريمين الأديب الأستاذ فيصل حقي، وهو قاص وشاعر سوري معروف من مواليد محافظة الرقة عام 1948 وخريج كلية الحقوق بجامعة دمشق ومن مؤسسي جماعة ثورة الحرف بالرقة، ونشر أول قصيدة له عام 1968 في مجلة الثقافة السورية، وشغل مدير دار نشر ألم نشرح بالجزائر العاصمة لمدة 15 عاما، وهو عضو سابق باتحاد كتاب الجزائر وعضو عامل بالجمعية الجاحظية بالجزائر، وحاصل على العديد من الجوائز الأدبية والثقافية. أهلا وسهلا بك أستاذ فيصل حقي على شاشة بيف تي في، نورتنا. بس تصحيح فقط، جماعة ثورة الحرف وليس الحرف. الحرف هو الجمعية، أيوة جماعة ثورة الحرف. تماما، مكتوب عندي كما بعت لي الحرف، هو اسمه جماعة ثورة الحرف. تماما. أهلا وسهلا بك، نورت شاشة بيف تي في. الله يخليك، يسعد مساك ويسعد مسا ضيفك والجمهور الكريم. وأنا آسف على التأخير شوي قليلا يعني، لكن نتمنى أن تكون الحلقة على مستوى ما نتمنى ويتمنى المتابعين. نعمل ذلك بوجودكم، أكيد ستكون حلقة ممتعة.
كما كذلك باسمك أستاذي الكريم ومشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا الآخر الأستاذ فادي مرعي، وهو شخصية سياسية واجتماعية كردية سورية معروفة من مواليد قرى قامشلو عام 1977، وحاصل على كلية التربية على إجازة في كلية التربية، وكان من مؤسسي المجلس العام للحراك الشبابي، وشارك في أول مظاهرات ضد نظام الأسد، وتعرض للاعتقال مرتين من قبل حزب بيادي، ويشغل الآن رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ فادي مرعي، نورت شاشة بيف تي في. شكرا جزيلا أخي سليمان، وتحية لضيفك الكريم الأخ العزيز فيصل حقي ولكافة المشاهدين. أهلا وسهلا بك، جزيل الشكر. كذلك باسمكم ضيوفي الكرام وباسم مشاهدي بيف تي في، لابد أن نشكر جزيل الشكر من هم بالإخراج وراء الكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، ونتمنى دخول الزميلة يسرى زبير التي ستكون أيضا مع الأستاذ عبد الباقي الحسيني، كل الشكر لهما. أستاذ فادي، أستاذ فيصل حقي، سنبدأ معك. بداية حبذا لو نعرف مشاهدينا الكرام ما هو المثقف والسياسي، وأوجه العلاقة فيما بينهما ودورهما في بناء الإنسان والمجتمعات الحرة الكريمة. أول شيء لتعريف المثقف أو لنعرف الثقافة بالأحرى، الثقافة هي مجموعة من القيم المشتركة بين مجموعة من الناس. يعني بما معناه الثقافة هي عبارة عن عدة عوامل تحتوي على الفطنة والذكاء والتهذيب والحفظ العام. كل هذه المكونات تأتي بعوامل مشتركة بين جميع الأفراد. يعني ما فينا نقول إنه عن فلان مثقف إذا كان ينم بمادة واحدة أو بنوع واحد أو بثقافة واحدة. يجب أن يمسك من جميع الأطراف حتى يعتبر إنسان مثقف، ويجب أن يكون على اطلاع كامل ومتابع. هذا تعريف المثقف بشكل طبيعي. لكن يعني بمعنى صاحب معرفة عامة بشكل عام، ومختص وعالي ثقافة باختصاصه. لذلك هذا تعريف المثقف بشكل مبسط يعني. والثقافة، لكن للأسف الشديد جدا الثقافة الآن هي ثقافة استهلاكية بحتة. أما لماذا؟ فهنالك عدة عوامل. يعني لا ننسى أنه نسبة الأمية عندنا في الوطن العربي تتجاوز 73%. الباقي يعني بما معناه إذا جينا نقيم حتى الخريجين الجامعات أيضا خريجين يعني فقط يدرس من أجل الحصول على الوظيفة، لكن خارج نطاق التعليم تبعه أو هذا يكون هو خارج نطاق الثقافة. لذلك عدد يعني الناس المقصود صاحب الشهادة ليس بمثقف، يعني الثقافة تختلف عن صاحب الشهادة. أكيد الشهادة تختلف عن الثقافة. لذلك احنا الآن ما راح نطول مشان ما يمل المستمع منا يعني، لكن باختصار شديد حتى المثقفين الآن قسم معتقل، قسم مشترك بالمال، قسم مهجر. بالضبط. طيب، والتعريف السياسي، من هو السياسي؟ وهل الثقافة أم السياسة أم العكس؟ من كلمة ساسة يعني بما معناه توزيع القوة والنفوذ بين الحاكم والمحكوم. ومونتسيكو بيقول بيعرف السلطات في فرنسا، يقول هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. أضيفت إليها لاحقا فيما بعد مونتسيكو بعد ما قال عنها، أضيفت هي السلطة الرابعة هي سلطة الصحافة وسلطة الإذاعة والإعلام. لكن للأسف الشديد لا توجد عندنا إلا ثقافة واحدة، أو بالأحرى من هذه السلطات لا توجد إلا سلطة تنفيذية واحدة فقط لا غير، وهي علاقة بين الحاكم والمحكوم يقودها الحاكم بقوة السلاح وقوة بمعنى الجيش والسلطة. إذا أوجه العلاقة بين المثقف والسياسي كيف تراها في بلدنا؟ كيف كانت؟ وبالأيام الأخيرة في عهد البعث والأسدين كيف صارت؟ كلامك جميل. يعني هذا الكلام
عندما تملك مفردات لغة ولا تستطيع أن تعبر بها من خوف، فكيف تمسك بناصية الإبداع؟ أنت الآن محكوم ضمن بندقية موجهة باتجاهك 24 ساعة، لذلك لا يمكن أن يكون هناك مثقف حر أو مثقف يستطيع أن يعبر عن رأيه بكل بساطة أو صراحة، لأن أي كلمة، أي حرف خارج النطاق المرسوم له المؤدلج له من قبل السلطات يعرض إما للقتل أو للاعتقال أو للفرار والتهجير والغربة. لا توجد علاقة بين المثقف وبين السياسي، أو بين الحاكم وبين المثقف. مستحيل أن توجد هذه العلاقة. تمام، سنعود إلى هذه النقطة ولكن بعد أن نسأل الأستاذ فادي مرعي. الأستاذ فادي مرعي طبعا حصل على إجازة في التربية، يعني مثقف قبل أن يكون سياسي، ولكن هو سياسي ورئيس تنظيم سياسي. أستاذ فادي مرحبا بك مرة أخرى. هل أول شيء توافق أستاذ فيصل بما قاله عن المثقف والسياسي؟ وثانيا، لماذا في بلدنا سوريا ومعظم عالمنا الشرق الأوسطي نجد توتر وصراع ما بين المثقف والسياسي؟ أستاذ سليمان، يا ريت تعيد السؤال، الصوت ما وصل صراحة. قلت أولا، هل توافق ما قاله أستاذ فيصل عن المثقف، عن تعريف المثقف والسياسي، ولماذا في بلدنا ومعظم عالمنا الشرق الأوسطي نجد توتر وصراع فيما بين المثقف والسياسي؟ طبعا أنا أتفق مع الأخ فيصل حقي، ولكن قديما وحتى يومنا هذا هناك احتدام قديم بين المثقف والسلطة أي السياسي. في عهد خالد بن الوليد كان هناك مقولة له: كليهما المثقف وأهل القلم وأهل السيف كلاهما ولآن للسلطة. عندما يضعف السلطة يستعين الحاكم بالمثقف، وعندما يصبح الوضع الحكم قويا أو مزدهرا يستعين بالمثقف لكي يبرر تطوراته وإنجازاته. هناك صراع قديم حقيقة بين أهل القلم وأهل السلطة أو السياسي والمثقف. ليس كل مثقف حقيقي. حقيقة الثورة السورية وضعت المثقفين أمام اختبار حقيقي لأول مرة في تاريخ سوريا. ليس كل مثقف حقيقي، ليس مع معاناة الشعب السوري، مع الظلم الذي يتعرض له الشعب السوري، مع الاستبداد والظلم الذي يمارسه هذا النظام على هذا الشعب. ليس بمثقف حقيقي إن لم يكن مع هذا الظلم والمعاناة. وكما تفضل الأخ فيصل حقي بأن ليس فقط المثقف ضمن سوريا، بل كامل المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية كانت غير حرة بالقيام بواجبها تجاه هذا الشعب، حيث كان هناك سمة من سمات هذا النظام تصفية كل رأي معارض له، سواء المثقف أو السياسي أو الاجتماعي. أستاذ فادي، أنت سياسي ومثقف، أيهما ابنة الأخرى، السياسة ابنة الثقافة أم العكس؟ هناك الكثيرين يقولون والدة السياسة ووالدة الحضارة هي الثقافة، فلماذا الصراع ما بين الأم وابنها أو ابنتها؟ الحقيقة المثقف ليس كالمثقف في بلادنا. المثقف الحر، المثقف الحقيقة هو الذي ينشأ
الإنسان السياسي، وهو الذي يساهم في تطوير البلد أكثر من الإنسان السياسي. ولكن في سوريا يختلف الوضع تماما كباقي الدول. المثقف يعني كما ذكرت في البداية هناك صراع قديم بين أهل القلم وأهل السيف، ولا زال موجودا حتى هذه اللحظة في الشرق الأوسط كاملة وليس في سوريا وحدها. ولكن المثقفين الحقيقة لم يقوموا بواجبهم منذ اندلاع الوضع السوري لعدة أسباب جميعكم تعرفونها. أولا استبداد هذه النظام، هجرة المثقفين إلى الخارج، عدم توفير المجال لهم للقيام بواجبهم، عدم توفير المناخات لهم، عدم إمكانية الوصول هذه المثقفين إلى نواة المجتمع أو إلى ربط خيط بين هذه الحلقة المثقفة وبين المجتمع. لذلك كان لها دور ضعيف منذ اندلاع الثورة السورية وحتى يومنا هذا. ولا بد أن ننقل لكم تحية نخبة من مثقفينا وكتابنا وشعرائنا، الأستاذ عايد السراج السياسي المخضرم، مصدق عاشور الشاعرة والشخصية الكبيرة بونيا جيجاربون وغيرهم يحيونكم ويتمنون النجاح لهذه الحلقة. أستاذ فيصل، العلاقة الحربية إن صح التعبير والجدلية ما بين المثقف والسياسي بشكل عام في كل العالم، حتى العالم المتحضر وخاصة في العالم العربي، هناك صراع وحروب ودائما اضطهاد للمثقفين. لماذا الخوف من الثقافة والمثقفين من قبل السياسي؟ أولا أضيف فقرة بسيطة فقط للأستاذ فادي مرعي مع كل احترامي لرأيه. قال أن المثقفين ما قاموا بواجبهم بشكل كامل، ما قاموا بواجبهم أثناء الثورة. خلال 50 عام حافظ الأسد أخلى كل القطاعات من كل قيمها، يعني أفسد قطاع التربية، أفسد قطاع الصحافة، أفسد قطاع القضاء، أفسد قطاع الزراعة والصناعة، لم يترك قطاع إلا وأفسده. حتى لم يبقى مثقف بمعنى كلمة مثقف في سوريا، إما اشترى في المال أو هاجر أو منع عنه حتى النشر. لذلك عندما بدأت الثورة كانت الساحة فاضية، ما في من يقود هذه الناس نحو بمعنى الاتجاه الصحيح نحو الثورة ويقودهم بشكل مفكر كما كانت الثورة الفرنسية. لذلك يعني عندما تفتقد الحقيقة لابد أن تتراكم بداخلك طبقات من الكراهية كالجليد القطبي. الناس تفتقد الحقيقة، بداخلها حقد لكن ما بتعرف كيف تمشي، بداخلها شيء لأنه مسحوق من كل شيء، مسلوب من كل شيء، مسلوب الإرادة، الاقتصاد، الاجتماع، السياسة، الثقافة، العلم، كل شيء مسلوب، يلقن في القطارة من قبل السلطات. لذلك بتحس يعني رأي واحد، تيار واحد، ثقافة واحدة، حزب واحد. وكما قال ماو تسي تونغ ربان الصين العظيم، روث البقر خير من العقائد الجامدة. العسكر عقيدة جامدة تتجه باتجاه واحد فقط لا غير، هي إعلاء كلمة الحاكم والباقي كله محكوم. أستاذ فيصل، هنا أعذرني بسؤال صغير، يعني ما رأيناها في الثورة السورية وخاصة عند المثقفين. يعني مثلا بنشوف أكاديميين يعني أستاذ حتى بسوربون ودكاترة يحملون إجازة بالدكتوراه يعني بالعلوم الإنسانية، بالعلوم العلمية كالطب، هذا نراهم تحولوا إلى غالبية، ما لا نشمل الكل كي لا نظلم الجميع، ولكن غالبية من تصدر المشهد السياسي في سوريا من المثقفين
تحولوا إلى حالة ارتزاقية، صاروا مرتزقة. صرنا نشوف الشيوعي اللي كان ومسيحي صار إخوانجي، وبنفس الوقت الدرزي الإعلامي صار إخوانجي. يعني لماذا هذا؟ يعني لماذا عدم الثبات يعني أو توجه المثقفين إلى حالة الارتزاق؟ ألا ذلك يشكل حلقة أضعف بنشأتهم الثقافية؟ على فكرة ليست وليدة الأمس قصة المثقف مع السياسي. إذا بنرجع للتاريخ، تاريخ جدا يعني من أيام توليد يزيد من قبل معاوية، لعب المثقف هذا الدور في توليد يزيد. عندما جاء المغيرة بن شعبة والي الكوفة من العراق إلى دمشق واستطاع أن يبث هذه، هنالك روايتين بهذا الاتجاه. الرواية الأولى بتقول أنه عندما دخل على معاوية وتأخر في الدخول قال له: وما أخرك؟ قال قبل أن يدخل: والله لأشغلنه بفتنة لتشغلن المسلمين إلى يوم القيامة. وعندما دخل قال له: ما أخرك؟ قال: أمر يهمني ويهمك. قال: وما هو؟ قال: أخلي لنا القاعة من الناس. وعندما أخلاهم قالوا: تولية يزيد. المغيرة كان مثقف وكان واعي وكان خطيب وكان فقيه وكان والي الكوفة. لذلك عندما قال له معاوية: أو يولى يزيد؟ قال له: نعم. وهنا شرح له طريقة تولية يزيد. إذن العلاقة سابقة بالتاريخ. عندما عزل معاوية 1200 شيخ جامع وعين 1200 شيخ جامع وبدأوا يدعوا ليزيد. إذن العلاقة بين المثقف والسياسة، الحاكم السائس يقود المثقف له فقط، وكل من يخرج عن هذا النطاق أو هذا المحور إما يقتل أو يسجن أو يشرد أو يهجر. إذن الخوف هو سبب انحراف المثقفين عن مسارهم التنويري. الخوف والرعب من سلطة الحاكم، يعني أم بيلعب دور اشتهاء الحياة البذخ، أم اشتهاء حياة البذخ والرفاهية اللي بيقدمها الأعداء. يعني بيقول لكل ميوله، كما يقول لكل جحيمه. في ناس بتحب المال، في ناس بتحب السلطة، في ناس ما بتقبل لا المال ولا السلطة، تدفع الثمن. تمام. يعني هي رغبات أهواء إنسانية، يعني كل إنسان حسب رغباته وحسب تربيته وحسب ثقافته. تمام. أستاذ فادي، الثقافة والسياسة الكردية في سوريا، تقييمك لها، وخاصة الكرد هم كل الشعب السوري تعرض إلى مظالم ومأساة فظيعة، ولكن كان الظلم الكردي مضاعفا. هل واكبت الثقافة والسياسة الكردية الحالة الكردية العامة في سوريا ومظلومية اللي تعرضوا لها؟ نشهد مثلا من سينا مع عمودة، وفي عام 60 حرق أطفال 300 شهيد، إلى الحزام العربي، إلى منع الأسماء الكردية، إلى ما لا نهاية من السياسة العنصرية الشوفينية. كيف كان دور الثقافة والسياسة الكردية في مواجهة هذه السياسة العنصرية؟ أخي سليمان، بالحقيقة كان هناك فرصة سانحة لكي يقوم المثقف بدوره في إيصال معاناة الناس وإيصال والوقوف مع مطالب الشعب، سواء من المكون الكردي أو العربي أو السرياني والآسوري. ولكن حقيقة كما تعلمون جميعا، عندما بدأت الثورة السورية ضد هذا النظام الاستبدادي، وكان هناك فرصة تاريخية لكي ينال هذا الشعب حقوقه ويتخلص من هذا النظام، ولكن بسبب تدخلات الدول ذات الشأن أو الدول التي لها تأثير ضمن سوريا، أصبحت مشكلة سوريا ليست مشكلة بين الجهات المتخالفة في سوريا، سواء النظام أو المعارضة أو الشعب الكردي. أصبحت مشكلة سوريا مشكلة دولية أقليمية.
أي خلاف دولي أقليمي. فرضا حتى ولو كان هناك حرية لهذه المثقفين بالقيام بواجبهم في هذه الوقت بالذات ضمن سوريا، صدقني لم يستطيعوا القيام بأي شيء، لأن صراحة الوضع السوري أصبح وضع دولي أقليمي. أما حتى يتم تصفية الحسابات بين هذه الدول، حينها نقدر أو نستطيع أن نقول بأن يستطيع هذا المثقف أن يقوم بواجبه بحرية بأكمل وجه، سواء مع السلطة أو مع الشعب حسب اختياره له. أما في هذه الوقت بالذات لا تستطيع أن تقيم دور المثقف سواء ضمن المناطق الكردية أو ضمن المناطق الأخرى، لأن الوضع السوري أصبح خارج إرادة السوريين ككل من كافة المكونات. أستاذ فادي، هنا يعني لماذا يعني حتى لو كان هناك ضغوطات ونعرف جميعا وصدقت بما تقول، ولكن لا بد أن تكون للثقافة كلمة وللمثقفين رأي يعني، ولكن الآن نرى تشتت. أخي سليمان، صحيح لها كلمة وتستطيع أن تكتب وتنشر وترفع، ولكن كما ذكرت المشكلة أصبح مشكلة دولية أقليمية، أي النظام. أستاذ فادي نتمنى تعديل الصورة. أي تمام. النظام بكامل مؤسساته الأمنية وجبروته واستبداده لم يعد يملك القرار ضمن سوريا. المعارضة خليط من المكونات، أصبح القرار خارج إرادة المعارضة والنظام السوري. هناك عدة دول يتحكمون بسوريا، كل دولة لها حليفها، وكل دولة تريد شكل سوريا المستقبل حسب استراتيجيتها ومصالحها. ولكن كما ذكرت المثقف يستطيع أن يكتب ويرفع ويقف مع الشعب السوري، ولكن دون تحقيق المطلوب أو دون تحقيق الأهداف. تمام. أستاذ فيصل حقي، أنت كاتب للأطفال كثيرا، وكما قلت قبل قليل الأزمة أو أوجه العلاقة المتوترة ما بين المثقف بدأ منذ ما بعد الخلفاء الراشدين وحتى أيام خلفاء، يعني منذ الإسلام بدأ نشر بدأت من سقيفة قص بني ساعدة بعد تمام. موت الرسول مباشرة بدأت الخلافة. تماما. ولكن هناك من يؤول ذلك إلى تحديدا أنه يكرر ذلك بشكل ممنهج إلى الخلافة العثمانية التي نهجت بشكل أساسي ثقافة الصراعات، وخاصة الديني العرقي، عبر تحريف مقوماتها وأركانها الرئيسة بما يناسب ديمومة سلطتها ولو كانت على جماجم وأنهار دماء شعوبها. يعني هي بدأت صحيح من وفاة الرسول الكريم ولكن تكرست بشكل ممنهج في عهد الخلافة العثمانية التي دامت أكثر من 4 قرون. هل توضح ذلك لأطفالك في رواياتك، يعني لكي ننشئهم نشأة صحيحة يعرفوا تاريخنا الحديث؟ تفضل. أولا إذا رجعنا إلى التاريخ قليلا، يعني معلش نستبق، موقعة الجمل بين علي وعائشة، القتال الإسلامي، لم تكن هناك لا دولة عثمانية ولا أي شيء يتطرق لهذا الشيء. يعني الخلاف بدأ منذ الأزل صراع على الكرسي بدون أي نقاش. أما إذا عدنا الآن، يعني احنا إذا بدنا نرجع نلقي اللوم على الخلافة العثمانية، ممكن تجاهلنا 1200 سنة من التاريخ الأسود المسيء بين السياسي وبين المثقف، بين المحكوم والحاكم. لا يوجد شيء اسمه، يعني ما فينا نحمل جهة مسؤوليتها. الوطن العربي قسم كبير، ال 400 عام اللي قلت هي الحكم العثماني الموجود في الوطن العربي، قسم منهم كان ما يعتبره حكم، قسم كان يعتبره حكم، قسم كان ما يعتبره حكم. لذلك يعني أنا شفت المغرب العربي، الجزائر كذا إلى آخره،
كان يقول لك هذول اخواننا وهذول مسلمين مثلنا وكانوا اجوا والى اخره. لذلك ما فينا نلقي اللوم على اي جهه معينه. انا اريد ان اصحح شغله لا واحده. أنا قصدي عفوًا إلغاء الآخر، يعني نشهد مثلًا الإبادة الأرمنية مثلًا بعهد الخلافة العثمانية صارت يعني، وغيرها والإبادة الكردية معروفة يعني قبل منهم، يعني محاربة الكرد، وعبر الفتنة ما بين العرب والمكونات الأخرى بالسلطنة العثمانية. فكل ذلك كان لأجل شو؟ أنه لازم أعمل فتنة حتى أثبت أقدامي بالحكم. كل حكم بيجي على مستوى التاريخ كله يسعى لمصلحته، المصلحه الاقتصاديه اولا واخيرا. عنده مصلحه اقتصاديه، لذلك يوجه كل الاتجاهات بهذا الاتجاه. انت الان ما فيك تيجي تحمل جهه معينه تقول هي السبب هذه الاسباب. يعني اعطيك مثال بسيط جدا جدا. انا بالسبعينات بالثمانينات كنت عم بفتح احد محلاتي في الرقه، لقيت منشور للاخوه الاكراد عم بقراه ملصق بشكل سري. مره جاري سالني شو عم تقرا؟ قلت له عم بقرا منشور لاخواننا الاكراد. قال لي ليش عم تضحك؟ قلت له عم بيطالبوا بالحريه. قال طيب ليش عم تضحك؟ قلت له احنا حصلنا على الحريه من 1400 سنه لحد الان. يعني عندما تطالب الحريه للكردي فقط، او الحريه للعربي فقط، او الحريه للارمني فقط، او الحريه للشرقي، الحريه يجب ان تكون تعم الجميع. ما في شيء اسمه انا والله. بعدين لا تنسى ولا تزر وزره وزر اخرى. يعني احنا الان الصراع الحالي ما في داعي نفتح معنا جبهات ونوجه قواتنا كلها الى الماضي. الان في امور يعني اهم مطلوبه بالحاح الان ان نتحد، ان نتوحد. ان كان بالتأكيد أستاذ فيصل، ولكن يجب أن نشخص المرض تشخيصا سليما حتى نأتي بالعلاج السليم يعني. على فكره كل العالم درس التاريخ بشكل لجان محايده وحطه على الرف كمرجع، يعيش الحاضر ويخطط للمستقبل. الا نحن كأمة بأكملها عبارة عن أحياء يحكمنا أموات. يحكمنا علي وعمر، ويحكمنا الحسن والحسين، ويحكمنا معاوية. نحن لحد الآن لم نخرج من بوتقة التاريخ المزيف هذا الذي جعل هذه الأمة تسير كلها نحو الجهل، وتسير نحو القتل، وتسير. وضعت يدك على الجرح. ما زلنا نشهد معارك الحسين ومعاوية وغيرها يعني. متى سنتخلص باختصار أستاذي بكلمة صغيرة منك مشان بهالموضوع هذا؟ متى ممكن أن نقضي على هذا الصراع إذا الفكري؟ تغاضيت عن الشرارة الأولى سمحت لألسنة اللهب أن تلتهم كل شيء. نحن تغاضينا عن خطأ الحاكم الأول، وتغاضينا عن السياسة الأولى، وتغاضينا عن الوراثة المزيفة التي ورثناها عن أجدادنا وأبنائنا. لذلك الآن مع احترامي لكل من يتفاءل، أنا أقول هذه الأمة تسير نحو الانقراض بسقوط أكثر من 5 عواصم عربية في أقل من قرن. تمام. أشكرك جدا أستاذ فيصل. أستاذ فادي، أنت أحد الشخصيات السياسية الكردية وترأس تيار المستقبل الكردي في سوريا الذي أسسه الشهيد الخالد مشعل تمو، ولكن انقسم مباشرة بعد استشهاده يعني، وكحال معظم قوى وأحزاب وحركتنا الكردية. السؤال المطروح: إلى متى سيبقى المثقف والسياسي الكردي عاجز لوقف ظاهرة أو ثقافة الانشقاق أو الأنا وما بعده الطوفان؟ يعني نرى منهاج، إن لم نقل الكل فالغالبية العظمى من القوى والأحزاب السياسية الكردية منهاج واحد، هو خدمة القضية الكردية، ولكن الخلاف حول من يستفيد الأكثر، أنا وما بعد الطوفان، سواء كانت استفادة معنوية اسمية على الفاضي، خلينا نكون واقعيين، أو استفادة مادية وغيرها. متى يكون للمثقف دور في
توجيه الحركة لمسارها الصحيح؟ أخي سليمان، حقيقة هناك الحركة السياسية حاربت المثقفين الحقيقيين. أنا أقول المثقفين الحقيقيين لكي لا يستلموا زمام الأمور في الشارع، وكذلك في دورهم في المحافل وقيادتهم للشارع. وهذا الأمر لا زال موجودا حتى هذه اللحظة. لا يوجد مثقف حقيقي بمعنى حقيقي الكلمة. هناك أغلب المثقفين يدعون بأنها مثقفين مستقلين، ولكن بنفس الوقت يرتبطون بأجندات سياسية وبأحزاب سياسية، وينفذون برامج هذه الأحزاب السياسية ونظامها الداخلي. أما المثقف الحقيقي حقيقة كان هناك مضايقات لنشاطاتهم وحركتهم، لذلك انعدم دورهم في المناطق الكردية سواء أو المناطق السورية الأخرى، ولا زال هذه الحالة الموجودة. لذلك المثقف لما يدعي بأنه مثقف حقيقي ويقف مع معاناة وآلام الشعب، يجب أن يكون مثقف مستقل ولا يرتبط بأي أجندات سواء أحزاب سياسية أو غيرها. هذه هنا قد يتهمك، حتى مجرد سؤالي هذا قد يتهمني جماعة من أنصارك، يعني بعض أنصار حزبك أعضاء حزبك بأنني أثير فتنة، ولكن أنا من غيرتي القومية من غيرتي الإنسانية والقومية والوطنية السورية أسألك لماذا يعني نحن الكرد يجب أن نكون على الأقل بوحدة المواقف في جبهة واحدة؟ لماذا نحن مشتتون؟ هذا السؤال حينما أنا أسأله، والمثقف الحقيقي حينما يسأله ينعت بالخائن بالمرتزق بكل الصفات. يعني قد يجوز هذا السؤال الآن أتهم أو أنعت بصفات من بعض رفاقك، يعني تفضل. نعم، لذلك أنا ذكرت الأسباب. كما تفضلت أخي العزيز سليمان، يتهمونه بشغلات لا تذكر حقيقة. بالنسبة لتوحيد الموقف الكردي كما تعلمون هذه النقاط لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. حقيقة نحن مع وحدة الموقف الكردي، مع وحدة الصف الكردي. حصلت هناك 3 اتفاقيات برعاية جناب الرئيس مسعود البارزاني، هولير 1 هولير 2 دهوك، ولا زال. والمفاوضات الأخيرة بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية برعاية أمريكية، وكما تعلمون أسباب توقفها ما هي الأسباب، وذكرناها أكثر من مرة في الإعلام. أسباب عدة منها الاعتقال وحرق المكاتب. اسمح لي الخطأ الأول أنتم تتحملون مسؤوليته، لأنه أنتم بدأتم بداية خاطئة حينما اعتبرتم سميتم حوار كردي. الجماعة يعني PYD أو منظومة الإدارة الذاتية ما تعتبر نفسها كردية. أنتم لماذا تلصقون الكردية عليهم؟ هم يقولون نحن ما نكرد، فلذلك بدأت الخطأ. أخي سليمان، نحن كمجلس وطن الكردي نرى في هذه المفاوضات مصلحة الشعب الكردي وليس مصلحة المجلس الوطني الكردي. أي خطوة تعتبر أو تخدم مصلحة الشعب الكردي حقيقة المجلس الوطني الكردي سوف يدخل في هذه المفاوضات. حقيقة هذه المفاوضات لا يدخل في خدمة الطرفين، إنما يدخل حوار كردي سوري، حوار مع السلطة، حوار كردي مع الإدارة الذاتية. كان يعني البدايات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة. الحوار مع السلطة هذا خط أحمر أخي سليمان، لأن الأمر الواقع، سلطة الأمر الواقع.
نحن عم نتحاور مع النظام ضمن وفد المعارضة في لا، اللجنة أنا أقصد الدستورية. سلطة الأمر الواقع في مناطقنا، سلطة الأمر الواقع في مناطقنا. أخي سليمان، نحن كما ذكرت في هذه المفاوضات مصلحة لشعبنا الكردي. حقيقة كما تعلمون المناطق عفرين وسريكة هنية وغريس بي كلها راحت نتيجة الخلافات الكردية. كلما استمر هذه التشتت كلما تعرض المناطق الأخرى للهجمات وللخوف وعدم الاستقرار. كلما هناك وحدة الموقف الكردي ووحدة الصف الكردي كلما هناك قوة للمفاوضات الكردية في المحافل الدولية. تمام. أستاذ فيصل، لابد وأنت شخصية مرموقة، ثقافية مرموقة وإنسانية يحترمها كل سوري وخاصة الرقويين وأنا أحدهم. رأيك بالحوار الكردي الذي للأسف عرضه الكثير من المثقفين ضمن قائمة 700 شخصية وقعوا ضد الحوار الكردي. ما موقف؟ لماذا هؤلاء المثقفون يعني يعارضون أي حوار؟ الحوار بالنهاية يساهم في بناء الوطن. بداية يكون حوار كردي ثم يصير حوار عربي كردي ثم يصير حوار وطني سوري. الكل حتى لو هناك حوار عربي بين القوى المختلفة، فالحوار أساس لأي نجاح. أنت تقييمك للحوار الكردي وللقضية الكردية بشكل عام في سوريا؟ تفضل. أولا، عندما تولد وتموت تحت قانون الطوارئ فكيف يحق لك الاعتراض على هيئة المحكمة؟ نحن جميعا ولدنا تحت ظرف، أو بالأحرى تحت الحذاء العسكري والسيف المسلط على رقابنا من أي فصيل أو أي طائفة أو أي انتماء أو أي شيء آخر. الآن ضمن هذه المعمعة كل يحاول أن ينفذ بجلده، وهذا أكبر خطأ ارتكبوه بأحداث حما عندما طلبوا من الناس اللي قاموا بالعملية أنه أخي ننضم لكم ونقوم كلياتنا بعمل مشترك موحد. قالوا ارجعوا إلى جحوركم، لقد هاجرت الجماهير إلى الإسلام. عندما نقول الحل كردي معنى ذلك احنا بدأنا نقطع في الجسد السوري. هذا التقطيع أنا من وجهة نظري خاطئ، ما أدى إلى انقسام الأحزاب الكردية إلى 30 حزب، وهذا بشكل يعني نوع من عدم التماسك، لأنه عدم التماسك الكردي يؤدي إلى عدم التماسك العربي، عدم التماسك المسيحي، عدم التماسك الترزي، كل الطوائف عندما تنقسم تبدأ الآن كل هذه العملية تنقسم. ما قصدته رأيك أولا بالقضية الكردية في سوريا، الظلم الذي تعرض له وحقوقهم التي يرونها الشعب الكردي بالنظام الديمقراطي الفيدرالي التعددي. شو رأيك فيه؟ شو تعليقك؟ أخ سليمان، ورجيني مسلم سني ما تعرض للتعذيب والتعنيف والسجن والبهدله وهم يشكلوا نسبه 80%. وحتى العلوي والمسيحي تعرض. من قال لا للنظام البائد، لنظام الهمجي اكيد تعرض. اذا لماذا نقول كردي ونقول عربي ونقول درزي ونقول علوي ونقول خلينا نكون واقعيين استاذ فيصل. يعني انا اسمي حرمت حتى من اسماء الكرديه، انت ما حرمت، انت كتبت هذا في كان ظلم الكردي مضاعفا. يعني انا معك مليون بالمليون. عندما تكون أنت محروم من جزء من حرية وأنا محروم من جزء من حرية، المفروض تضع أيدك في إيدي من أجل نحصل اثنيناتنا على الحرية. أما عندما تحاول بشكل فردي وأنا أحاول بشكل فردي، كل ذلك يصب بمصلحة النظام. لأن بعد هذا السقوط يعني بجملة قصيرة، هل تؤيد ما يطالب به الكرديون بنظام شكل دولة تكون ديمقراطية تعددية فيدرالية؟ أنا مع احترامي لك، يعني أقول بعد هذا السقوط المفجع في كل القيم لم يبقى شيء شامخا إلا النصب المقامة. نعود إلى حديثنا الآن. أنا لا أؤيد لعدة أسباب. أنا مع الحكم الذاتي، مع إعطاء الحريات، مع كل ما يخطر في ذهنك، لكن بعدم التقطيع. لأنه إذا
تريد نحكي بمنتهى الصراحة. بالتأكيد. إذا سمح للدولة الكردية أن تقوم، هي محاطة بالعراق، سوريا، تركيا، إيران، يعني محاطة من 4 جهات. المفروض على الأقل يعني مهما حاولوا أن يقيموا دولة، وأنا كان زميلي المهندس وليد أوسو الله يذكره بالخير، وكنا باكين عند أحداث العراق، قال هذه فرصتنا لقيام دولة كردية. قلت له أخ وليد أنت الآن تخطئ، لأن زوال العراق الأكراد يستخدموا بيد الغرب من بدء الصراع. عندما يحقق الغرب مصلحته يتخلى عن الأكراد خلال ثانية واحدة، وحدث أيام صدام حسين عندما عن وقع العرب كما تخلوا عن كل المكونين الأرمن في كل أمان. إذا بما معناه يجب أن يتوحد الكردي مع العربي، مع الدرزي، مع العلوي، مع الآشوري، مع المسيحي، مع الأرمني، كي يشكلوا نسيج وطني واحد، وكل ما عدا ذلك يضعف كل الجهات. أستاذ فيصل، هذا النسيج يجب أن يعني، ولكن أنا معك، ولكن يجب أن أحكم نفسي بنفسي ضمن إطار جغرافيا واحدة. يعني لماذا مثلا أنا ابن الرقة يجي محافظ من دير الزور أو محافظ حلبي يحكمني أو محافظ؟ فالفيدرالية ليست تقسيم للوطن كما يتوهم بعض المثقفون، إنما تمثيل الوحدة الوطنية. أخ سليمان، فارس الخوري انتخب وزير للأوقاف وهو مسيحي أرثوذكسي، انتخب وزير للأوقاف للمسلمين. عندما يكون الإنسان وطني، يعني أنا عندما معلش بمنتهى البساطة، عندما أكون ماخذ كل حقوقي الكاملة من التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنا كمواطن وأنا كحر وأنا إلى آخره، أملك كل المعطيات، لماذا أفكر بالاستقلالية وأقول يجب أن يكون رئيس جمهورية كردي أو رئيس جمهورية سني أو رئيس جمهورية مسيحي؟ لماذا؟ يعني أنا بال70 مع احترامي لكل من يقول دخل، أنا كنت في الجيش مجبر في الخدمة الإلزامية، عندما أتى ضابط من القوى الجوية معه 3-4 رتب عالية وبإيده الدفتر والقلم، وأول من استدعاه من السرية كان اسمي، قال هل توافق على انتخاب حافظ الأسد رئيسا للجمهورية؟ قلت له لا. وكلمة لا وأنا عم بقولها في الجيش وحاط هذا يعني إعدامي أو نفي. جمع السرية وألقى فيهم خطبة عصماء وحملهم هزيمة من أيام كل المعارك حتى يومنا هذا. بعدين قال اجمع السرية والكل قالوا نعم. استدعاني لوحدي، سألني ليش؟ قلت لا. قلت له في البند 9 ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسلم، وأنا ضد هذه الفكرة. ممكن يكون مسيحي، ممكن يكون كردي، ممكن يكون علوي، ممكن يكون شيعي، ممكن يكون أي شيء، طالما إنسان وطني فأنا بحطه على راسي وعيني. غير هيك أنا ما بقبل بأي تجزئة. أنا بقبل إنه كل يعني الأكراد يملكوا بمعنى سلطة ذاتية أو حكم ذاتي أو كذا أو لا، لكن ضمن البوتقة أو اللحمة الوطنية السورية. طبعا في استاذ رسام خليل كادار يقول من تخلص بين ليلة وضحاها من غازي كنعان ورسم غزالة وبختيار ومحمد منصورة ورفيق الحريري وعماد مغنية وكان معظمهم من عظام الرقبة سوف لن يتأخر بالخلاص من مجموعة هواة أغراض في علوم السياسة غدا ودون خجل وفي وضح النهار. سوريا راحت للجحيم وما زلتم تتحدثون بالعربي والكردي والشعب السوري كله يعيش في حالة اختناق. هذا كلام صحيح، وقد تكون غريبا عندما تغادر وطنك، لكن الغربة الأقوى عندما لا تملك حق المواطنة فيه. وأنا كمان كإنسان وكشعب يعيش على أرض تاريخية منذ آلاف السنين، وعدد سكان أو نسمة الكرد يتجاوزون 60 مليون وليس لهم وطن. أليس من حقنا يكون لنا وطن؟ باختصار أستاذ فيصل، يعني كما الدول العربية موجودة، لماذا لا يكون هناك دولة كردستان؟ يعني فرضنا أنت المفروض نحن نكون جيران أحباء أفضل من زوجين أعداء مع بعض. أول شيء أوروبا بأكملها رغم اختلاف التاريخ
والعادات والأديان والثقافات وإلى آخره توحدت اقتصاديا. نحن الآن في عصر بين قوسين نحو الانقراض. يعني عندما تبدأ تسقط 5 أو 6 عواصم عربية في 70 عام، معنى ذلك عندما نشكل دولة كردية زيادة في التجزئة، زيادة في الانقسام، زيادة في الاقتتال. أنا هي وجهة نظري. أنا بعمري ما شعرت في يوم من الأيام. هذا ما سأترك الأستاذ فادي وهو مثقف وسياسي كردي ورئيس حزب سيجاوبك. تفضل كأكمل. تفضل. أنا بعمري ما حسيت إنه جاري الكردي غير إنه جاره أخ. بعمري ما حسيت إنه كردي بمعنى كلمة كردي. ليش جايين الآن نقول هذا كردي وهذا مسيحي وهذا أرمني وهذا آشوري وهذا علوي وهذا وهذا وهذا؟ نتمنى أن يعود أستاذ فادي بسرعة. هو أستاذ فيصل يعني غاب. كان هذا السؤال بدي أوجهه للأستاذ فادي، ولكن طالما أجد عدم قبول الآخر لي فمن حقي آنذاك أن أتمسك ولو بقشة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياتي. يعني هذا يسمى خلاص فردي، والخلاص الفردي لا يحقق دولة ولا يحقق وطن. هاي رجع أستاذ فادي. إذن لماذا أستاذ فيصل حقي يقول لا يجب أن نقسم المقسم أو نجزئ المجزأ، والحقوق القومية الآن هي بدعة على ما فهمت منه، ما بعرف يعني، من الأنظمة الغربية والأوروبية. ما تعليقك على ما سمعت كله؟ تفضل. أستاذ سليمان الصوت مو واضح، يا ريت تعيد. أستاذ فادي النت ضعيف عنده. تفضل أستاذ فيصل. يقول مايلز كوبلاند في كتابه The Game of Nations لعبة الأمم إن من لا يجيد النقلة الأولى في الشطرنج يسقط سريعا. الحسابات إذا لم تكن دقيقة صحيحة ستسقط كل هالمقومات اللي عم تبني عليها. يعني المشكلة في سياسيين يستغلوا أفراد الشعب، يوجهونهم باتجاهات قومية، باتجاهات عروبية، باتجاهات كردية، باتجاهات مسيحية. الناس القائمين على القيادة تستغل هذا المواطن العادي. أنا سبق وأن قلت. هاي أستاذ فادي رجع. أستاذ فيصل حقي يقول تقسيم المقسم أو تجزيء المجزأ كارثة وخطأ ويجب أن لا يحدث، وبالتالي إقامة الدولة الكردية يجب أن لا تقام وفق هذا الشعار. ما تعليقك؟ أستاذ سليمان يا ريت تعيد السؤال، الصوت ما وصل لي بصراحة. أستاذ فيصل حقي يقول لا يجب أن نقسم المقسم ولا نجزئ المجزأ، والدولة الكردية هي تسير في هذا المنحى، وهي تخدم غايات وأهداف سياسية غربية. يعني دولة كردستان في المنطقة يجب أن لا تقوم لكي لا يكون هناك تقسيم للمقسم. تفضل. أستاذ سليمان حقيقة نحن الشعب الكردي مصيرنا ارتبط واقعيا وموضوعيا مع باقي مكونات الشعب السوري. الكل منا أكل نصيبه من استبداد هذه النظام بدرجات متفاوتة، ولكن الشعب الكردي كان له النصيب الأكبر من استبداد هذه النظام. أقول في المنطقة عامة أستاذ فادي، في المنطقة عامة، في كل المنطقة، في الشرق الأوسط. نحن شعب نتجاوز 60 مليون. ألا يحق لنا إقامة دولة كردية؟ يحق للشعب الكردي التمتع بحقوقه كاملة كغيره كباقي شعوب العالم. الشعب الكردي لم يقف أبدا ضد حقوق أي مكونات المنطقة أو مكونات الشعب السوري. بالعكس الشعب الكردي كان مع
حقوق كامل المكونات في سوريا، وحتى هذه اللحظة يقف مع حقوق مكونات شعب سوريا. نحن مع سوريا دولة مدنية تعددية برلمانية، سوريا دون الأسد ومؤسساته الأمنية، حقوق الجميع فيها محفوظة، والشعب الكردي مكون رئيسي في سوريا، حقوقه في الدستور السوري المستقبلي يكون موجود كاملة. بصراحة نحن مع حقوق الشعب الكردي أينما كانت، ليس على حساب أي حقوق أي مكون آخر، نحن مع حقوق كافة المكونات الأخرى كاملة. أستاذ فادي، هل قيام دولة كردستان، إن كانت كردستان كبرى أو في أحد الأجزاء الكردية كإقليم كردستان العراق، يعني تقريبا شبه دولة، يعني إذا أصبحت دولة وقد كان أجرى الاستفتاء وقال الشعب 98% نعم، هل ذلك يهدد المنطقة؟ هل يقسم المقسم برأيك؟ بالعكس أقليم كردستان أصبح نقطة آمنة لكافة شعوب المنطقة وكافة مكونات الشعب العراقي. السفارات والقنصليات الموجودة في أقليم كردستان يصرحون ليلا نهارا بوجود الأمان والاستقرار والديمقراطية. إذا تحولت لدولة هل لها تهديد على أمن المنطقة؟ بالعكس، أقليم كردستان لها علاقات جيدة مع كافة دول الجوار وتحترم الدول الجوار أيا كانت، ولا تهدد أي دول جارة لها. بالعكس تتمنى تعزيز العلاقات مع الكل وتتمنى الخير للكل، وهي نقطة آمنة لكافة مكونات المنطقة، والجميع يعيشون في أقليم كردستان بحرية وبكرامة وبديمقراطية وأمان. أستاذ فيصل، يعني الحديث معكم ممتع. نحن وصلنا لما قبل النهاية تقريبا، سؤالي ما قبل الأخير: سوريا إلى أين برأيك في ظل هذا التشعب من التدخلات، المواقف السياسية الداخلية المنهارة والتدخل الخارجي اللي جعل البلد ساحة لصراع قذر ما بين قوى دولية؟ هناك من يرتبط بالسلطان التركي الجديد أردوغان وهناك يعتبره بطلا، وهناك من يستنجد بإيران و ولي الفقيه وغيره. يعني سوريا إلى أين بعد كل هذه السنين من الآلام والضحايا؟ يعني أكثر من 1,000,000 شهيد، ملايين الجرحى، يعني ملايين الجرحى، عشرات الملايين، نصف سكان سوريا ما بين أكثر من نصف سكان سوريا ما بين لاجئ ومهجر. سوريا إلى أين؟ أولا، لما لا ترفع صوتك بوجه الآخرين إذا كنت تتحدث نيابة عن الإله أو الحاكم؟ الحديث الآن بدأ في سوريا من ضغوط عبر عقود متتالية، وكان يمكن كما قلت لك أنه عندما قال مايلس كوبلاند في كتابه The Game of Nations لعبة الأمم إن من لا يجيد النقلة الأولى في الشطرنج يسقط سريعا. هذا السقوط نتيجة تراكم عقود، نتيجة عدم، مثل ما بيقولوا يعني أي دولة في العالم ممكن الرئيس بعد ما تنتهي ولايته ينزل ويرجع كمواطن عادي مع بعض الامتيازات، إلا المافيات في كل أنحاء العالم لا يسقط إلا بالقتل. سوريا بدأت بانفجار داخلي، الشعوب الموجودة تشظت ليست بإرادتها، القريب من تركيا لجأ لتركيا، والقريب من الأردن لجأ للأردن، والقريب من لبنان رجع للبنان، وكل إنسان حسب المنطقة المجاورة له. لذلك الآن بعد ما أنا مع الأخ فادي دولت الصراع، لم يبقى صراع محلي. يعني عندما الآن تدخل دمشق، أنت أقولها بكل وضوح وبكل صراحة، شوف مدارس روسية ومدارس إيرانية، هؤلاء يخرجون لك جواسيس في المستقبل وعملاء تخدم إيران
عملاء تخدم روسيا. الوطن تمزق، لا ضوء في النفق نهائيا لحد الآن، حتى اقتسام الغنيمة بشكل كامل. الصراع دول والحل دولي، وليس الحل مرحلي نهائيا. وكيف سيواجه ذلك المثقفون ودور الثقافة في كل هذه المعمعة؟ أنا قلت كلمة وأقولها في مطلع قصيدة عنوانها اشهر سلاحك، اشهر يا ريت سلاحك إن الله، نسمعها أستاذ، يا ريت نسمعها. اشهر سلاحك إن الله يرتحل، ما بين درعا وحمص تقلع المؤن، قد غادر الرب ترب الأرض في هلع، تبت يداهم وتب الفعل ما فعل. شبيحة أم كلاب العهر جائعة، لحم لطفل على الأنياب ينتقل، أقسمت بالله حتى المجرمون أبوا، كسر الرقاب لطفل ظله العسل. حتى الرجيم تخلى عن مهمته، مستهجن البتر والحكام ما خجلوا. يا حمزة الطفل إن الله غادرنا، وقد بقينا مع الآثام ننفعل. اشهر سلاحك، لا تهتف بتنحية، إن الصدور على الأقدام ترتكب. القصيدة طويلة كثير، أكتفي له حدهن. اشهر سلاحك. كلمة المثقف الآن لا تجدي بدون أن يرفع السلاح. وسلاحنا هو القلم أستاذي، وقلمك ألم يكتب ينشد للطفل آلان الكردي الذي غرق في بحار الأوروبية؟ أنت يعني أنا بعمري ما شفت طفل كردي، شفت طفل سوري، لأن الأطفال اللي عم بتموت للأسف كثيرين من المثقفين يعني فعلا يخجلني قول ذلك، ولكن صار هناك كثيرين من ما يسمى بالمثقفين العرب قال هذا كردي ولا يعنينا. سمعتها كثيرا يعني، وخاصة من ما يسمى المثقفين أو ساسة الإسلام السياسي، أتباع أنصار الإسلام السياسي. هذا نتيجة جهل. ويقول المسيح في إنجيل متى، يقول بما معناه كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد بؤسا. نحن الآن نظرة قلت لك شاملة للكل. هذا طفل سوري، لأنه إذا مات طفل كردي وغرق على البحر وقلنا هذا كردي، عم بيموت عشرات الآلاف من الأطفال. هل سطرت له قصيدة ما؟ بس قل لي كلمة واحدة، من يسمح لي بالنشر؟ أنا منعت من النشر. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد أبوابها مفتوح لكل الآراء. الاتحاد العام للصحفيين للكتاب والصحفيين الكرد بجريدة بينوسا نو بيف تي في، يعني صفحاتنا وقلوبنا مفتوحة للجميع لكل الآراء. أتمنى أن تصلني بهم، ولا دار نشر تقبل أن ننشر. حتى اتجهنا للأطفال تسمحون أن ننشر، حتى ضمن الأطفال. عبد الباقي هو العمدة تبعنا، رئيس الاتحاد العام للكتاب ومخرج البرنامج، يتواصل معك على هذا الموضوع. سؤالي ما قبل الأخير للأستاذ فادي أيضا. أستاذ فادي، باختصار شديد، يعني الحالة الكردية أو الوضع الكردي في سوريا المنشودة كيف تراها؟ هل ستكون فعلا يعني بعد كل هذه التضحيات الكرد سينالون ما ضحوا لأجله بأن تكون سوريا ديمقراطية تعددية فيدرالية، سوريا القادمة التي ننشدها جميعا؟ أستاذ سليمان، لا يمكن حل القضية الكردية في سوريا بدون حل الوضع السوري ككل. أي لا يمكن جزء القضية الكردية بمعزلها عن باقي قضايا المكونات. ذكرت في البداية ارتبط مصيرنا واقعيا وموضوعيا مع بقية المكونات في سوريا. حل القضية الكردية ضمن سوريا يتمثل، نحن جزء من المعارضة السورية، يتمثل
أي معارضة يعني تقصد ائتلاف ولا في معارضات أخرى؟ إذا ائتلاف هناك من يسميهم أتباع أو مرتزقة أردوغان خاصة، يعني نرى منهم كان رئيس الائتلاف، كان بعض القيادات يعني بحزب أردوغان وبحزب داود أوغلو يعني. أخي سليمان فليقل ما يشاء، وهذا حرية التعبير وحرية الآراء، ولكل له رأي ونحترم رأي الجميع، ولكن الحل السوري لا يمكن حلها إلا بالحل السياسي وفق القرارات الدولية، مقررات جنيف 1، القرار 2254. سوريا بدون الأسد ومؤسساته الأمنية حقيقة ستكون هناك فترة رئاسة قاسية على السوريين جميعا، فترة رئاسة بشار الأسد، ولكن نحن واثقون بأن الشعب السوري بكافة ولكن مكوناته سوريا ككل إلى أين؟ هل إلى نظام تعددي ديمقراطي فيدرالي كما طالبتم بمجلس الوطني الكردي، كما في وثيقة تأسيس المجلس الوطني الكردي أن سوريا يجب أن تكون فيدرالية؟ هل ما زلتم في المجلس مصرين على هذه الفقرة، متمسكين بهذه الفقرة؟ الحل الأنسب لسوريا، سوريا دولة تعددية مدنية برلمانية، حقوق جميع المكونات فيها محفوظة، والشعب الكردي مكون رئيسي في سوريا، يجب أن يكون حقوقه في الدستور السوري المستقبلي محفوظ. أستاذ فادي، تحديدا كلمة الفيدرالية أو وقت الأسسة، وأنا كنت أحد الشخصيات المؤسسة للمجلس الوطني الكردي، يعني ورد في برنامجها السياسي يجب أن تكون سوريا ديمقراطية فيدرالية، يعني فيدرالية. فهل ما زلتم كمجلس وطني كردي متمسكين بالنظام الفيدرالي، شكل الدولة الفيدرالية؟ نعم أخي سليمان، حقيقة النظام الأسد زرع فكرة الخوف من الفيدرالية، ولكن مضمون الفيدرالية حقيقة ليس ضعف سوريا، بالعكس الفيدرالية تكون للحل الأنسب. الكل يتمتعون بحقوقهم في مناطقهم، حقوقهم كاملة في الدستور السوري، ليس أحد يتعارض حقوق الآخرين، هذا هو الحل الأنسب. لكن النظام السوري زرع فكرة خوف الفيدرالية لدى كافة المكونات، لا تزال هذه الفكرة موجودة حتى هذه اللحظة، هناك تخوف من هذه المصطلح. ونتمنى أن نكون في هذه الحلقة قد أزلنا بعض التخوف من قلوب المثقفين ليقولوا قول الحق في وجه الطغاة. أستاذ فيصل حقي، الحديث معكم ممتع. سؤالي الأخير هو ليس بسؤال، هل كنت تتمنى أن أسألك سؤالا ولم أسألك؟ وأختم وأريد ختام بقصيدة من قصائدك الوطنية الجميلة. تفضل. أولا يعني أنا بتشكر مدير القناة، وبتشكر ضيفنا الكريم فادي مرعي، وبتشكر المستمعين يعني على هذا الكلام. هنالك قصيدة، يعني الكلام يطول جدا جدا، لكن باختصار بين قوسين: بقدر ما تملك من أموال وسلطة تكون أفكارك السخيفة مقنعة للطرف الآخر. أقول بإحدى القصائد بعنوان لولا الشهيد، وقد فازت بالجائزة الأولى في الجزائر في الجاحظية، أقول: لستم ملوكا دما من سوسة الخرب، والقدس صم لذل الحاكم العربي، يسري الفداء لذل القدس في سبق، والشمس حيرى من الإشراق وعجب، كل الدماء تباهي الشمس ساطعة، وقمة العرب نامت نومة الدبب. هذه فلسطين في الساحات رايتها مرفوعة مثل نار الكي بالشهد، يا جمعة الحزن ما أسموك في جزع، لكن خصيا بحجم الذل في النسب، ماذا سأروي بيوم طعم علقمة، تلو الشهيد شهيد لاثم الترب. أرض
وقد أتنرت أم عصف زوبعة، أم ماتت الأرض في حزن على النجوم. هذه الجسوم وقد ضمت بقنبلة نار تشظت ومن قادت لمغتصبي. إني رأيت شهيد الله في سرر بين الشقائق حد الله بالكتب. إني رأيت ملوك العرب في خمد باسم السلام والخازوق والطرب. قالوا سلام وبعض الأرض نخزعها، تهدى لصهيون مثل النفط والذهب. ويح النساء، أما في الشرق من رجل إلا بقايا شيوخ القمل والجرب. في كل دش رئيس باسم بيعتنا يزني بنا تحت اسم الأمن والنكب. ونحن لا ناقة الندر ولا جمل مثل البغايا على الكوعين والركب. كم شتتونا على الشاشات في قرف، طرحوا القضايا بهز الخصر والطرب. راعوا مشاعرنا في لعبة شغلت أفكار جيل على الطابات والخبب. أما فلسطين فلا نقوى ونذكرها إلا بذكرى وعود السلخ والسلب. قصيدة طويلة وأكتفي مشان ما أخذ من وقتكم. شكرا جزيلا. ونتمنى وأنا شخصيا أتمنى في القصيدة القادمة أن تكون إلى جانب اسم فلسطين اسم كردستان كمان. نورتنا أستاذ فيصل. أستاذ فادي، آخر كلمة لك بشكل مختصر. كنت تتمنى أسألك سؤال ولم أسألك. أستاذ سليمان، صوتك ما وصل لي. أخي فادي، هل كنت تتمنى أن أسألك سؤال ولم أسألك، أو آخر كلمة توجهها للسوريين بشكل عام وخاصة للكرد؟ أتمنى لكل السوريين. حقيقة الشعب السوري عبارة عن مظهرية. هذه المظهرية تحلى بزهورها. كلما اختلفت أنواع زهورها كلما أعطى هذه المظهرية جمالا. سوريا تزداد حلاوتها بزيادة مكوناتها. لذلك نتمنى أن نكون كفريق أخوي موحد. كافة المكونات السورية، عربها وكردها وسريانها وآسورها، الكل يقف جنب الكل. الكردي يقف مع حقوق العربي، العربي يقف مع حقوق الكردي، وكذلك الاثنين مع الحقوق الآسوري والسرياني ضد هذا النظام الاستبدادي، لكي يتخلص هذا النظام من هذه الوضع المأساوي وتكون سوريا لكل السوريين. وشكرا لكم وشكرا لضيفك الكريم. جزيل الشكر لكم ضيوف الكرام. ابقوا معنا، يعني ما بعد سنودع الآن المشاهدين، ولكن أتمنى أن تبقوا معي. سنعمل 5 دقائق حوار تحت الطاولة أو حوار تقييمي. ابقوا معنا بعد أن نوجه مشاهدينا مع جزيل، طبعا مع جزيل الشكر لكم الأستاذ الكريم فيصل حقي، الأديب والقاص والشاعر السوري المعروف، الأستاذ فادي مرعي، الشخصية الثقافية والسياسية الكردية المعروفة. نورتونا، وللحديث بقية، وانتظرونا مشاهدي الكرام ليوم الخميس القادم وموضوع آخر وضيوف جدد. وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله وبأمان الله.